يقدر يستخبى وسط أهل القرية. فحد سأله هم ليه الشياطين كانوا عاوزين يدخلوا القرية من الأساس. رد عليه الزعيم إنه أكيد عشان يوصلوا للكاهنة، لأن في أسطورة بتقول إن لو في شيطان قدر ياكل كبد كاهن هيبقى خالد. شيروكي قالت لهم سيبوكم من الكلام ده، أكيد عاوزين يوصلوا للسيف المقدس اللي اتورثه الضريح. رد عليه حد تاني إنه فعلا السيف ده أسطوري، لأنه اتصنع على إيد واحد من أعظم حدادين القرية، ولو هم فعلا بيدوروا عليه هيحصل كارثة قريب ولازم كلهم يستعدوا ليها. كيوما بيطمنهم وعرفهم ان هو وجينتا المسؤولين عن حمايتها، ولكنه شكك في قدرات جينتا القتالية، وباين كده من اولها انهم مش بيطيقوا بعض. جينتا مش بيعجبه الكلام ولسه هيتخانق معاه. بتدخل شيروكو بسرعة وبتنهي الخلاف، والاتنين بيعتذروا منها وبينهوا الاجتماع، والكل بيمشي ما عدا جينتا لانه الحارس بتاعها. بتخرج شيروكي من الضريح وجينتا قال لها ما ينفعش تبني قدام الناس بالعشوائية دي. قالت له انت مش غريب، وبعدين ملهاش لازمة الرسميات دي طالما لوحدنا. عرفته ان سوزني موجودة معاها جوه، فزعق لها لان ممنوع حد يدخل المكان غير المصرح لهم، وعرفها ان لو اتمسكت هتتعدم. قالت له هي جاية علشان تشوفك، انت بقالك فترة مش بترجع البيت بسبب انشغالك بصيد الشياطين. جينتا راح يصحيها بسرعة وحذرها ما تدخلش الضريح ده تاني. قالت له اشمعنى انت تدخله وانا لا، انا جاي اشوفك انت وشيروكي. فسمعوا صوت حد جاي من بره، وبسرعه خرجت سوزن من المخبأ السري. وقتها دخل زعيم القريه وطلب من جينتا استنى بره شويه عشان عاوز شيروكي في موضوع شخصي. جينتا رفض لانه الحارس بتاعها، لكن شيروكي قالت له يخرج. في الوقت ده ظهروا وحشين بيراقبوا سوزن من بعيد. تاني يوم جينتا اخد اجازه من الضريح، وسوزن فرحت انه هيقضي اليوم معاها، واتفاجئوا هما الاتنين بشيروكي اللي خدت اجازه هي كمان وهو جاي تقضي اليوم معاهم. جينتا استغرب هي خرجت ازاي، فعرفته انها خدت موافقه من الزعيم. فضلوا ياكلوا سوا ويتكلموا زي زمان، وسوزني كان باين عليها السعاده لانها